مخافر مؤجرة، 3 مخافر مؤجرة. عندنا مخافر شبرات، عندنا رؤساء مخافر بدون مخافر. عندنا أدلة جنائية تتبع وزارة الداخلية ينتهك فيها حقوق الإنسان. في إحدى الجمهوريات العربية مات 28 شخص بسبب التعذيب، ولم تثبت الأدلة الجنائية تورط وزارة الداخلية بسبب تبعيتها لوزارة الداخلية. ونحن كذلك عذب ناس وأهين ولم يصدر أي تقرير يدين الأدلة الجنائية. تم إقرار 6 ملايين إلى إدارة جديدة اسمها القيادة التنسيقية للخطوط الخلفية. فيكم أحد سمع عن هالقيادة؟ داشين حرب حنا، 6 ملايين. مخافر مثل الأوادم ما عندنا، دوريات ما عندنا. وزير الداخلية يا أخوان، حنا لما نتكلم عنه ما نتكلم عن شخصه، نتكلم عن عمله، ننتقد أعماله. الأمن ضايع، عيالنا مدارس كلها مخدرات، حدودنا قاعد تنتهك، والأخ حاط لي كاميرا في ساحة الإرادة لرصد تحركات الشرفاء من أبناء هذا الوطن. أنا بحكم شغلي أعرف الكاميرات عدل. الكاميرا اللي موجودة هذه كاميرا ما لها خطوط، ترتبط بموجات بعيدة عن المكان اللي هي قاعدة تراقبه. حنا نعلم أن وزارة الداخلية لم تطرح مناقصة للكاميرات، ونعلم أيضا أن طرحت مناقصة للمخافر لمراقبة 34 مخفر بس تكلفتها 1,000,000 دينار. إخواني البعض يقول لا تبوق لا تخاف، كلامكم صح، لا تبوق لا تخاف صح، لكن لما يرصدون رقم سيارتي ويحطون لي ملف في أمن الدولة وأقدم على ضباط مرفوض، أقدم على وكيل الوزارة مرفوض، علشاني حطيت إيدي بيد الشرفاء اللي على يساري الحين. يرصدون سيارتك ويصورونك ويقولون لك أنت ما بقت ولا خفت، صح كلام سليم، خلي أحد فيكم يقدم على الضباط ولا خبراء ولا هيئة الاستثمار يبعثون اسمك لأمن الدولة، وإذا بعثوا اسمك ولقوك من الرجال اللي ما تسكت عن الغلط، من الرجال اللي تحضر، على طول شالوا اسمك. هذه لا تبوق ولا تخاف يا طويل العمر اللي قاعد يقول لا تبوق ولا تخاف.